السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. خلاص النهارده اخر يوم في اجازتنا واخر يوم لينا في راس البر. النهارده المفروض نسلم الشقه الساعه 9 الصبح. لما جينا خدنا الشقه حجزناها كان يوم الاثنين، 2 3 4 خميس جمعه، ومفروض هنسلمها يوم السبت الصبح الساعه 9. فخلاص بقى هنقول الوداع يا راس البر، مع ان راس البر دي لنا ذكريات فيها انا ومحمد وصدفه كتير قوي من ساعه ما كنا صغيرين في ابتدائي. كنا كل سنه بنيجي هنا عشان كده عارفينها وحافظينها وبنحب نيجي نقعد فيها. معظم الناس متعرفش ان هي كويسه وبلد حلوه، بس مش هيحكموا عليها غير لما يجوا ويخرجوا فيها، يعني مش يجوا ينزلوها ويقعدوا في العشه زي ما بيقولوا كده. لا، هنا زي ما قلت لكم قبل كده البيت او الشقه اسمها البيت اسمه عشه يعني، فمش هيجي ويحكم عليها غير لما يجرب خروجاتها وقعدتها وكده. الرمل بتاعهم لونه اصلا غامق، يعني بصوا الرمل لونه ازاي، مش اصفر، فعشان كده بيبان ان الميه مش نظيفه. اي نعم الناس برضو بتبهدلها بشويه الحاجات اللي بيرموها فيها، ربنا يهديهم، لكن الميه حلوه بصراحه جميله والموج حلو. النهارده الموج هادي قوي اهو، هوريهولكوا. وهقضي معاكم بقى اخر يوم على الشط عشان نودعها ونروح بيتنا، نحضر بقى نفسنا للمدرسه والهم المدرسه. هنقعد بقى وبعد كده هشغل معاكم الفيديو تاني ونكمل اليوم بتاعنا. هنجيب ايس كريم ونجيب بقى حاجات، ميه وعصير وشيبسي. في ايه؟ معلش، عايزه ايه تاني؟ جبت عصير جوليو. جوليو ده الاسم ده قديم. لا، في شركة موزة جابت. ما جابوش من هنا، ده جابوا من ما جابوش من هنا، جابوا من شاطئ الخليج. طب هاتي مولتو. جبت مولتو؟ طب خلاص يلا شوف بقى هتجيبوا حاجه تانية ولا لا؟ جبتوا ميه؟ يلا بس كده. انا عايزه راني. تري راني. راني ماشي، هاتيلي واحده 2 3 كده انا وانتو. شاطر. الموج النهارده حلو والميه نضيفه قوي، حتى بصوا الشط، بصوا الموجه مش عاليه، واصله للبنات لحد ركبتهم وهم قربوا خلاص على الحديد يعني. ايوه ولد، يعتبر خلاص. النهارده اخر يوم. ما اعتقدش ان هتبقى في رحلات لراس البر بسبب ان المدارس بقى خلاص بدات. في مدارس تبدا بكره اللي هو يوم الاحد، في مدارس هتبدا يوم الاحد اللي بعده اللي هو احنا يعني. فمش عارفه، ربنا يستر الحال. بس عم تخش وتخرج، عم تخش وتخرج. الساعه دلوقتي 7:30 الصبح، هنقعد يعني ساعه كده ولا ساعه ونص، وهروح بقى هلم معاكم الحاجه وهنجهز بقى شنطتنا لنرحل نرجع بيتنا سالمين غانمين باذن الله. في ناس برضو بس مش كتيره. ندى وهي داخله بتقول لي الشاطئ ده انضف من التاني. احنا امبارح رحنا شاطئ الخليج، هحط لكم الجزء اللي انا صورته في شاطئ الخليج يعني بعد المقطع ده، عشان بس ما حدش يلاقي فيه لخبطه، لان احنا رحنا الشاطئ ورجعنا ما خرجناش تاني في اليوم ده يعني. روحنا بقى نمنا، اتقتلنا ونمنا خلاص كده. فلو كده ممكن احط لكم المقطع بتاع شاطئ الخليج ده في بعد ده على طول. طبعا اليوم بتاعنا مش هيبقى في الشط بس، لا هنبقى جوه الشقه وبره وطريقنا واحنا مروحين والكلام ده كله. بصوا الموج هادي جدا، حتى هتلاقوا للناس جوه عند الماسوره. النهارده البحر كويس قوي، بس يا رب ما يقلب بس. محمد جاب لي موزه ومشي، ندهت لهم بالعافيه ما كانوش اصلا سامعيني. بصوا البحر حلو قوي النهارده. عايزه اقول لكم ان العيال مش عاوزين يروحوا،
بقول لها تحبي نمد يوم تاني؟ قالت لي اللي هو ايه ما بين ولا ملقلقه عشان خاطر عايزين يروحوا لابوهم عشان كلمهم امبارح. فقلت لها خلاص نروح، وفي يوم كده ابقى اخطف لكم يوم في وسط الاسبوع نروح اكوا بارك او اي حمام سباحه عندنا. قالت لي طيب خلاص ماشي. بصوا هم مبسوطين ازاي. النهارده الجو كان حلو قوي والبحر كان مفيش موج بصراحه. قلت لها ايه رايك النهارده؟ قالت لي لا حلو قوي. يعني بصوا هم قاعدين بقى هنا على الشط، هم لسه على الشط اهو. بتقول لي يوم كمان. نعم نعم. مخدتش بالك، خدت بالكم بتقول لي يوم كمان، عايزين يوم كمان. والله هحاول اقنع محمد بقى، لو رد مرضيش بقى ربنا ييسر الحال. يلا مش مشكله. بص الموزه بياخدوا الواد بالعافيه عشان يخش معاهم جوه، بس هو مش جوه قوي يعني. والله بفكر انزل، بس انا جايه بلبس عادي مش جايه بلبس البحر، فخلاص مش مشكله. لو قعدت يوم كمان ابقى انزل. دلوقتي بقى هنروح شاطئ الخليج عشان اوريهولكم عامل ازاي، وهنقضي فيه يوم يعني بدل بالشاطئ المجاني. يعني نشوف الفرق ما بين الشاطئ ده والشاطئ ده. عايزه تعمل تيش. وتعالى بص. امشي بص قدامك. الشمسيه ب4 كراسي ب 300 جنيه. لا مفيش قنديل بس مفيش موج. شمسيه و4 كراسي احنا هنروح ورا لسه هنشوف. محمد جاب لنا فطار. محمد مين؟ انت غيرك. افضلوا معانا. بصوا نزلوا هما بقى الميه، انا قلت لهم انا مش عايزه انزل. بعد ما كنا ماشيين النهارده لقيت ندى وملك ما تمدلنا يوم كمان. بصراحه انا يعني الراي ده كان على هوايه، فقلت لهم خلاص تمام يلا. بعد ما كانوا مش موافقين، بس لما نزلوا النهارده الميه لقوا ان الجو حلو. فانا رايحه دلوقتي الراجل عشان خاطر المفروض ان هو هيستلم العشه او الشقه يعني كمان 5 دقايق. فقلت بقى ايه اروح اقول له لا مدلنا بقى يوم ويظبط لنا السعر شويه. مش بقى هينزل لي في السعر حاجه ولا لا. وكمان هساله على الاسعار بتاعت النهارده عشان برضه اقول لكم واعرفكم وهرجع تاني. بس ممكن محمد يروح، يعني ممكن محمد يروح وممكن يستنى معانا لبكره، لسه مش عارفين. على العموم انا ثواني هروح للراجل صاحب الشقه واشوف هيقول لي ايه وهرجع لكم تاني. حجزت يوم كمان وخليته حسبهولي على 700. بس مع الاسف الشقه اللي احنا فيها اتحجزت، فالراجل جاي في الطريق، فهنضطر ان احنا نطلع في الشقه اللي فوقيها. مش مشكله عشان اوريها لكم بالمره. فهنطلع بقى اليوم ده وخلاص عشان الشمس ومش مشكله. هروح بس اجيب البهوات من على الشط عشان خاطر ايه اعرفهم ان احنا هننقل للشقه اللي فوق وكده. قلت بقى محمد عايز يمشي عشان خاطر عنده مدرسه ابنه بكره، ولسه بقى ما جابش اللبس بتاع المدرسه والحاجات دي وما جهزش حاجه. فقلت له خلاص لو كده اقعد معانا مثلا لحد اخر اليوم، نروح بقى ايه الملاهي، نروح هنا وبعد كده بقى ايه يبقى يمشي. انا تمام. فاروح بقى اشوفهم، نقعد شويه نص ساعه كده ولا حاجه ونطلع بقى على طول عشان نشوف الشقه التانية. مبسوطه. بص هو يعتبر الروقان كله دلوقتي ان دلوقتي اصلا مفيش حد او لسه ممكن يكونوا نايمين، مع اني بقول له وديني اي شقه حتى لو اول نمره. قال لي والله كله محجوز، وفعلا الشقه كلها فيها ناس بس مش عارفه بينزلوا البحر امتى. بس هم قاعدين اهو. لا محدش مروح، احنا قاعدين اهو. وروحنا. بصوا ندى لفت البتاع ازاي. في واحده في التعليقات قالت لي على اللفه دي حلوه بصراحه، شكلها حلو جميله قوي. بصوا بقى بما ان الراجل قال لي اطلع في الشقه اللي فوق، فانا راجعه له تاني عشان اقول له ان السعر كده هيبقى غالي. فهعمل محاوله، والله نفعت ما نفعتش مش هخسر حاجه. فربنا ييسر الحال. احنا خلاص كده طلعنا من البحر، الشمس بدات تطلع، الساعه دلوقتي داخله على 10، فبدات الشمس تبقى حاميه يعني. فهنروح بقى نشوف بقى هنكمل اليوم بتاعنا فين، لان احنا مش هنقعد، احنا هنخرج.
يلا بقى انا عايزه نروح. اروح الملاهي. هاخدهم دلوقتي اوديهم الملاهي، وان شاء الله نحاول نروح الجربي ونطلع على الايه، على النيل، نركب مين مركب. الجرب ده؟ هتروحي لما تروحي هتعرفيه. جردل. لا اسمه الجربي. يلا بقى نروح. لسه بقول له انا جايه لك، لقيته قاعد بره، بقول له انا جايه لك، قال لي لا خلاص خليكوا زي ما انتم. قلت خلاص بقى انا هروح اقول له نزل لي في ايه، مش هننقل فوق. فخلاص هنفضل قاعدين في الشقه اللي احنا فيها دي زي ما احنا. الشقه دي وبس بصراحه انا عاجبني الشقه اللي تحت. استنوا كده هلاقوا على الصوره. قال لي خلاص خليكوا. انا كنت رايحه اقول له نزل لي 100 جنيه طالما هتطلعنا فوق. لسه بقول له انا جايه لك، قال لا خلاص خليكوا. مش مشكله. شوف بقى هنعمل ايه. روحت بقى البيت. طبعا محمد قال لي انا همشي. محمد عاوز يمشي خاطر يجهز الحاجه بتاعته، وبعدين بيقول لي يوم ولا يومين ورايح طنطا، وبعد كده هرجع اروح طنطا بعدها بيوم. فقلت له خلاص براحتك بقى، احنا كده كده لسه قدامنا اليوم ده لحد اخره، امشي في اي وقت. النهارده بقى ان شاء الله قررنا كده ان انا اخد البنات ونكمل بقيه الفسح بتاعتنا. تمام. فبما اننا بقى قاعدين كمان يوم، نروح بقى المكان اللي انتوا قلتوا عليه الجربي، ونروح المطعم العايم، ونروح الملاهي، ونظبط الدنيا. لسه قدامنا وقت، فشويه بقى كده وهنلبس ونتكل على الله، نروح بقى ايه، نتفسح بقى وناخد اليوم بتاعنا بره. بس الجو بس يهدى، لان الساعه دلوقتي ايه 10 الصبح. ممكن ننزل مثلا على ايه، على بعد الساعه 12، وبعد كده بقى نرجع بقى بالليل، مش دلوقتي خالص. فهنستنى بقى شويه، وبعد كده بقى نتكل على الله. لما اجي البس هجيلكوا عشان خاطر اوريكم احنا رايحين فين. وعلى فكره في ناس كتير قالت لي ان راس البر احنا جيناها قبل كده وعجبتنا وكده، وفي حد قال لي انه نزل راس البر ومعرفش يخرج فما حسش بالمتعه فيها. راس البر يا جماعه خروج، النيل، اللسان، الجربي، المطعم العايم، التمشيه فيها نفسها، التمشيه على البحر. يعني اللي يعرف مخارج ومداخل راس البر هيعرف يتمتع بيها. وبالنسبه للتعليق اللي جالي على الفيسبوك اللي قالت لي دي منطقه مش حلوه ووحشه واتقي الله وقولي كلام كويس وما تكذبيش وخليكي صادقه، والله انا قلت ونقلت تجربتي مع منطقه راس البر اللي عمري في حياتي ما قلت عليها ان هي وحشه. انا باجي راس البر من ساعه ما كان عندي، لما صلنا ما كنت في رابعه ابتدائي تقريبا. انا باجي راس البر كل سنه، كنت باجي من اول الاجازه اللي هي الكبيره بتاعت اخر السنه لحد ما المدارس تفتح. قبلها كده بحاجه بسيطه كنا بنيجي نقعد مع بابا هنا. بابا كان قاعد في 63. يعني السوق، طبعا السوق بيبقى زحمه، اي نعم البحر بيتزحم وبيبقى فيه زحمه وفيه ناس، بس ده بيبقى معروف في اي منطقه، جمعه، يوم الاجازات، يوم العطلات كده. فانا قلت تجربتي، واللي عاوز يجي اكيد. انا ما بصورش، والناس في الشارع اقول لهم معلش تعالوا على جنب، ومعلش ما اعرفش ايه، فضلوا المكان عشان هصور. انا بصور الشارع ووريتكم الشارع رايق ازاي. انا نازله في وقت ما فيهوش حد، فهي ممكن تكون اختارت بقى وقت مش حلو او وقت مش مناسب، زي مثلا نص 8 او نص 7 بيكون طبعا الدنيا زحمه، سواء في اسكندريه، سواء في راس البر، سواء في اي مكان بيبقى كده يعني. فانا قلت رايي، واللي عاوز يجي واللي مش عاوز يجي ما يجيش. هي مش بلد ابويا عشان امنع حد يجي منها او حد يجي فيها واقول له انت بجي. نكمل بقى اليوم بتاعنا بقى كده وانتوا معايا ان شاء الله. محمد خلاص قرر ان هو يمشي برضه. مروح. بذمتك يا محمد ايه رايك في راس البر؟ راس البر للعشاق مش للنفاق. نفاق؟ ايه نفاق دي؟ مش عارفه الصوره مالها. للعشاق. انت بقالك قد ايه بتيجي راس البر؟ انا؟ طول عمري موزه. موزه البحر حلو، خد. ايه رايك في البحر؟ البحر حلو يا دوبو. حلو يا دوبو. انا ماشي كده. هي الشنطه بس دي معايا، شنطه الشباشب بس كده. احنا هنحصلك بكره ان شاء الله. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما جه زي ما مشي، والله كان يومين حلوين. خلاص يا موزه ماشي. خلاص بقى نمشوا بقى. هنحصلكم بكره بقى ان شاء الله نروح. يقول لي ايه موزه، يقول لي ايه، بقول له سلام يا موزه، بيقول له سلام يا ندى يا حبيبتي. طبعا محمد مشي، فقلت بقى ايه، استغل الوقت اللي انا هفضل قاعده فيه لحد ما انزل بالليل. بس دلوقتي هلم معاكم شويه الغسيل وهدخل اشوف بقى هطبقهم ولا اشوف هعمل فيهم ايه، وبعد كده هنزل او مثلا هنضف البيت. انضف البيت بس الفيديو بتاع الروتين بقى هيبقى فيديو لوحده، لان ده بيكون فيديو طويل جدا، وانا مش حابه ان انا اكتر عليكم الفيديو اكتر من كده عشان خاطر هتملوا بصراحه او هتناموا مني بمعنى اصح. فانا هقفل الفيديو بتاعي على كده يا جماعه. ده كان يعتبر نص يومي اللي هو
بتاع الصبح. فاستنوا بقى الفيديو اللي جاي، هيكون فيديو حلو جدا. عندكم بقى الروتين، عندكم الخروج، هيكون فيديوهات حلوه. اسيبكم على خير وسلام عليكم.